السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هنيجي كده مع بعض، هنعمل اوردر جديد هنجهزه مع بعض. هنعمل البسكوت النشاتر. طيب مطلوب مني كيلو، يعني انا هعمل مقدار كيلو ونص. مطلوب مني كيلو بسكوت وهطلع الباقي علب مشكلة. تمام. اول حاجة بس هنعملها السمنة، لو هي باردة، لو هي بره التلاجة وفكة منك، لا دخلها في الفريزر شوية تسقع معاكي شوية. تمام. معايا نص كيلو سكر مطحون ونص كيلو سمنة. السمنة لسه هنضربها في قلب المضرب، فلو هنضربها في قلب المضرب وهي بدرجة حرارة المطبخ فهتسخن معانا وهتسيح، فاحنا مش عايزين كده. انا عايزاها تبقى محتفظة بدرجة الحرارة بتاعتها، فعشان كده دخلتها في الفريزر شوية تجمد حبة وتسقع، على ما نضرب بس في شوية في السكر مع الكريمة، وبعد كده نضرب البيض هتسخن مننا شوية. تمام. فاحنا مش عايزينها تبقى سخنة. هجيب العجان بتاعي. ما فيش عندك عجان يبقى هتضربي المضرب الكهربائي. طيب ما فيش عندي لا ده ولا ده، يبقى اعمل ايه؟ ونفسي اعمل في بسكوت، يبقى اعملي زي اجدادنا زمان ما كانوا بيعملوا كده، ربي على ايدك وهتبقى نتيجة ممتازة جدا جدا، كأنك احسن كمان مليون مرة من العجان، لان انت هتبقي حاسه بالملمس وبالقوام بتاع الكريمه معاكي بتاعت الزبده والسمنه والسكر. معلش انا مش قادره مش مركزه مع الكلام وكده. انا كنت عامله، كنت بتكلم يعني وانا بشتغل وكده، فلا الصوت ما كانش عاجبني، فاضطريت ان انا اعمل فويس اوفر. هجيب بقى هنا العجان بتاعي، هضرب بقى كل ده مع بعض. هضرب في الاول بس على سرعة كده بطيئة، وبعد كده هزود السرعة واحدة واحدة. تمام. طيب كل شوية هعمل ايه؟ انا كل شوية هفصل العجان وهنزل الجوانب ده على جنب عشان اتأكد ان السمنة كلها والسكر تدخلوا مع بعض وبقت القوام كريمي جدا. انا عايزة القوام كريمي ويبقى هش معايا. شايفين؟ لا هتبقى لسه برضو النتيجة بتاعتها مش مرضية بالنسبة لي. هنا خلاص بعد ما كل شوية اضربها وافصل العجان وانزل في الجوانب، شايفين لغاية ما بقت ناعمة جدا جدا والخليط بتاعي بقى فاتح. طيب ايه احسن سمنة؟ هي طبعا مفيش احلى من البلدي، مفيش احلى من السمنة البلدي. طيب مفيش عندي سمنة بلدي، اعمل ايه؟ استخدمي سمنة روابي اللي هي اللي لونها فاتح ده، اللي بالقشطة، جميلة جدا جدا وبتخلي البسكوتة حلوة وريحتها حلوة. هنا النص كيلو، آه الكيلو ونص بسكوت هياخد 6 بيضات. طيب لو انا عايزه اعمل كيلو بس، لو انت هتعملي كيلو بس يبقى تحط 4 بيضات مع 350 سكر ومع 350 سمنة. السكر قد السمنة بالظبط. هنا بقى انا عايزه البسكوت بتاعي بريحه البرتقال. انا في اللقطه دي انا كنت حطيت كام نقطه كده من اسانس البرتقال. طيب اسانس البرتقال ده هنجيبه منين؟ هتجيبيه من عند مستلزمات خامات الحلواني، هتلاقي عنده كل حاجه. اسانس برتقال عنده، اسانس موز عنده، اسانس بندق، لوز، اي حاجه من الاسانسات هتلاقيها عنده. هبتدي بقى هنا انزل البيض بتاعي واحده واحده. طيب لو انا نزلت البيض كله مره واحده، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ان السمنه بتاعتها هتفصل مني وما عادش عارفه اجمعها تاني. فاحنا هننزل واحده واحده كده. اتاكد بس ان البيضه اتضربت خلاص، واقوم منزله التانية هكذا لغايه ما اخلص كل المقدار اللي عندي. وبعد ما بخلص بقوم فاصله العجان وفتحاه ومنزله اللي في الجوانب عشان اتاكد ان البيض كله عندي اندمج مع خليط السمنه. معايا كمان ربع كوباية من عصير البرتقال. مفيش عندي برتقال، استعملي الفروتي، خدي منه معلقة في ربع كوباية، بس ما تزوديش من الفروت عشان ما يبقاش حادق. تمام. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ معايا هنا النشادر، معلقة صغيرة ممسوحة من النشادر وهحطها في قلب البرتقال. طيب مانيش عايزة البرتقال، يبقى الغي اسانس البرتقال والغي عصير البرتقال واستعملي ربع كوباية لبن دافي. هبتدي هنا اضرب. شايفين في ساعتها عامل فوران معايا، مثلا ما حطيت النشادر في قلب البرتقال عامل فوران معايا. هضرب بسرعه كده، هقلبهم واقوم منزله فوق الخليط الكريمي بتاع البسكوت اللي عندي. تمام. مجرد بس ما يندمج معايا كده، معايا كيلو ونص من الدقيق وهحط عليه كيس كيك شيف. طيب البودر لازم تدخليه قبل ما تحطيه على الدقيق. الدقيق بتاعي برضو بيكون منخول. طيب ليه تدخل البودر؟ لان ساعات بيبقى فيه تكتلات، لو انت حطيتيه كده ما هيدوبش معاكي في قلب العجين وهيبقى لسه موجود زي ما هو تكتلات، وهيضايقك في العجين بتاعك.
تمام. فاحنا علشان نتفادى كل ده، لا يبقى لازم نتأكد الأول ان كل حاجة عندنا مظبوطة وكل حاجة منخولة، سواء الدقيق منخول، سواء السكر منخول، سواء البودر منخول. تمام. عشان ما نقعش في اي غلط يبوظ لنا المقدار بتاعنا او يبوظ لنا النتيجة بتاعتنا. احنا طبعا الحاجة بتتكلف والحاجة طبعا غالية، فاحنا مش عايزين نعمل اي حاجة ونرميها. تمام. وعايزين ناخد برضو حاجة نتيجة مرضية بالنسبة لينا. هبتدي كده احط نص المقدار في قلب العجان وهضرب على السرعة البطيئة، يعني هي سرعة اول سرعة. تمام. انا مش هعجن عجن كده، لا، بس مجرد ما انا هلم الدقيق بتاعي بس. تمام. هبتدي بقى احط باقي الدقيق عندي وهلم الدقيق برضو بالسمنة او بالخليط الكريمي بتاع السمنة. جربي المقدار ده انا واثقه فيه ودايما بعمله، ولان كمان انا اخده في كورسات اونلاين مع شيفات وشيفات ممتازين ما شاء الله عليهم. ف خد المقدار ده وانت مغمضه عينك واعمليه، وان شاء الله هتاخدي النتيجه مرضيه باذن الله. بس تسمي بسم الله كده وتوكلي على ربنا واعملي الحاجه لاولادك في قلب البيت. انا بديلكم المقادير اللي انا شغاله بيها، يعني انا ما ببخلش على حد، ده المقادير اللي انا شغاله بيها. والرزق ده بتاع ربنا، يعني ربنا هو اللي بيرزق، وانا يعني عمر ما خبيت مقادير او خبيت اي حاجه عن اي حد. اي حد بيحتاج اي حاجه مني بقولها له، سواء انا كنت بشتغل في المشروع ده او ما كنتش بشتغل. دايما اللي بيطلب مني حاجه بقول له عليها، لو انا عارفاه هقول له. تمام. فالارزاق طبعا على ربنا، وربنا هو اللي بيرزق. هنا خلاص بعد ما لميت الدقيق كده ببتدي المه كده من تحت كده بايدي. انا ايدي طبعا نظيفه وايدي غسلاها حلو. انا طبعا متاكده من نظافه ايدي وايدي غسلاها حلوه ونظيفه. تمام. فانا هلم بقى من تحت كده لفوق العجين بتاعنا، لان في تحت طبعا لسه سمنه ما اتضرب ما اختلطتش بالدقيق بتاعي. فانا بحاول اخلط كله مع بعضه ويبقى كله فيه، ما يبقاش فيه حتت لسه من السمنه المضروبه في قلب العجين بتاعي. لازم يبقى كله اتاكد ان السمنه اختفت معايا. تمام. فانا هنا ما بعجنش، انا باخد من فوق لتحت، بحيث ان لما اجيب من تحت بيبقى لسه فيها سمنه. هنا خلاص بقى بعد كده ما اتاكدت ان كل السمنه بتاعتي اتلمت مع الدقيق. شايفين هنا قوام العجينه هنا ما شاء الله القوام بتاعها ممتاز جدا. احنا مش عايزين العجينه تبقى سميكه شويه عن كده او جامده شويه عن كده. هنا شايفين طبعا بعد ما غسلت ايدي فبوريكم قوام العجينه. العجينه هنا ممتازه، تقدري تعتمدي المقادير دي وانتوا مغمضه عينيكي. تمام. ولو كنت بقى وصلت معايا لغايه هنا متنساش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتصلي على الرسول الكريم، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بقى معايا المكنه بتاعتي البسكوت دي موجوده في اي بيت. طبعا لو ما هيش عندك ممكن تشتريها من عند اي ادوات منزليه، هتلاقيها موجوده عنده اي محل بتاع ادوات منزليه. هنا بقى شبكت المكنه في قلب الطبليه بتاعتي، او لو عندكش طبليه عندك ترابيزه. تمام. الرخامه بتاعتك لها حافيه. تمام. ممكن تشبكها في اي حاجه. هبتدي هنا بقى الف في المكنه، احط حته من العجين والف في المكنه وهطلع كده. فانا طبعا عشان بصور وبلف فمش متمكنه قوي، فانا هفصل الكاميرا وابتدي بقى اشتغل مع نفسي. هنا خلاص بعد ما خلصت كل كمية البسكوت اللي عندي، فما شاء الله مطلع كمية حلوة. شايفينه كله متساوي. لو في حتت مثلا مش قد التانية او كده لا يبقى تسويها بالسكينة او بسباتيولا عندك باي حاجة تسويها بيها، علشان بعد التسوية يبقى شكل البسكوتة حلوة كده وشكلها جميل. شايفين هنا البسكوت بتاعنا ما شاء الله. هسويه بقى على درجة حرارة 170 او 160 على حسب درجة حرارة الفرن عندك. لو 170 درجة حرارة عالية لا يبقى خليها على 160. طيب هتعرفي السوا بتاعه لغاية ايه؟ لغاية ما ياخد اللون الذهبي كده المحمر بتاعه، لون البسكوت اللي انت عايزه، او ممكن تقرص عليه شوية. شايفين هنا اللون الذهبي بتاع البسكوت، فما شاء الله البسكوتة طالعة كلها لون واحد. وشايفين من تحت مخرفش ازاي. هو مادام يبقى كده يبقى كده البسكوتة بتاعتك ناجحة، والنقشة بتاعته طالعة مظبوطة يبقى ناجحة 100%. هنا خلاص كنت خلاص عبيت البسكوت بتاعي في قلب العلب عشان اسلمه بقى لاصحابه. وبألف هنا وعافية لهم يا رب. ولو الفيديو عجبك ما تنساش من لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واتركوا في حفظ الله رعايته، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش بقى من دعوة حلوة في الريسبيري اللي انا نزلته لكم ده. يلا باي باي.